تمرين السيتد كيبل رو واحد من احسن تمارين لعضلات اللاتس، لكن لازم تعرف الوضعيه الصحيحه والاداء الحركي الصحيح علشان تستفاد من التمرين بنسبه كبيره. اول حاجه معايا استخدم مقبضين فرديين بدل من الفي بار علشان تقدر تفتحهم لبره وتتحكم فيهم وتجيب 4 رينج اوف موشن او مدى حركي كامل. اهم حاجه علشان نعمل التمرين بطريقه صحيحه نشوف وضعيه الجسم. اول حاجه في وضعيه الجسم رجلك تكون متنيه للحفاظ على الركبه، قدم رجلك لفوق علشان تحافظ على اسفل الظهر، ظهر مستقيم منحني بسيط بالصدر للامام وصدر مرفوع، راسك لقدام للحفاظ على العنقيه وفقرات الرقبه، كوعك مش مفروض للحفاظ على مفصل الكوع. الافضل من وجهه نظري وان هاند، ليه؟ علشان بتديك مدى حركي كامل، كمان بتتحكم كمان في الشكل بتاع ايدك، تعملها سوبونيتد او برونيتد زي ما انت عايز، استرتش كامل للامام. لو حبينا بقى نفرق بين الوضعيه الزوجي والوضعيه الفردي هنشوف المدى الحركي كامل للوضعيه الفردي عن الوضعيه الزوجي. عشان كده دايما بحب الوان هاند او بحب ان انا اتمرن اي حاجه فردي عشان تديني 4 رينج اوف موشن. دي وضعيه افضل. كمان التحكم في عضلات اللاتس، انك تشغل عضلات اللاتس سواء سكويز لورا او فول ستريتش لقدام، انك تميل بظهرك لقدام وترفع صدرك لفوق وتوطي راسك، ونفس الوضعيه الاولانيه. اسحب باللاتس بتاعتك واسترتش كامل بالدراع علشان تقدر تتارجت الماسلز 100%، وبكده تقدر تطلع جناحات يا صديقي وتطير في الهواء. وما تنساش تعمل لي لايك وكومنت، مش خساره فيا.